أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أذهب مع أخ في قضاء حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى مسجده، وإلى أن يقول: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. أيها الناس، من ابتلاه الله بشيء فليجعل غرضه في هذه الأمور، ليقضي حوائج المسلمين، يطرد عنهم الجوع، يكشف عنهم الكرب، يدخل عليهم السرور. القوي قد يضعف، والغني قد يفتقر، والصحيح قد يمرض، والفارغ قد يشغل، والحي قد يموت. فالآن والفرصة سانحة. وقبل أن يقول القائل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم